الإمام الجويني: إذا جار ولي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خفت مفسدة أعظم. ده مع إسلامه ومع إقامته للدين. أما من لم يقم الدين أصلا في الناس، لم يقم الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان، فلا تثبت ولاية الأمر له. نعم. ولاية الأمر دي ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر ده أمر إيه؟ أمر أي أمر وخلاص، ولا أمرنا إحنا؟ ما هو أمرنا؟ أمرنا هو ديننا. نعم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فأمرنا هو أمر الدين. طب الذي يهدم الدين، يهدم التوحيد، يهدم الصلاة، لما يكون في بلد مثلا زي تونس اللي يصلي يتكتب فيه تقرير بأن هذا مواظب على الصلاة الخمس، ولازم يكون معاه كارنيه عشان يخش الجامع. وإذا كان هذا علامة، وفي المؤسسات العسكرية لو ثبت أنه مواظب على الصلاة الخمس فلا بد أن يبعد. يبقى لا صلاة ولا توحيد ولا صلاة ولا زكاة، لأن الزكاة أصلا مش مجرد أن يسيب الناس تتبرع مثلا للفقراء، لا، الزكاة سيدنا أبو بكر الصديق قاتل من أجل إخراج الزكاة. يبقى لا إسلام ولا إيمان ولا إحسان ولا أخلاق ولا معاملات بالحلال، وتقول لي إن هذا هو أمرنا. أين ولي أمرنا الذي يتولى أمر ديننا، يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين؟ هو ده الذي أمرنا بطاعته وليس غير ذلك. الكفار إذا غلبوا على بلاد المسلمين، قد نقول المسلمين اصبروا كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على أذى المشركين في مكة، لكن إذا كانوا يسفكون دماءهم ويمكن تصور إزالتهم وقد حدث بهذه المظاهرات في البداية التي حدثت مع كثرة العدد، وبعدين ده أمر مدروس في يعني السياسة وفي التاريخ الشعوب، إن عدد المتظاهرين إذا زاد على مليون أو عدة ملايين لا يمكن لأحد أن يعني يقف في وجهه. ثورات كثيرة قامت قبل ذلك، فإذا أمكن إزالة هذا الظلم والفساد الذي يفسد الدين ويفسد البلاد وينتهك العباد، يبقى لازم نعرف ان ده مش هو الذي امرنا الله عز وجل بالصبر عليه. كلام اهل العلم واضح في المسألة. فانا ارجو ان يراجعوا يعني كتاب الامارة من صحيح مسلم وشروح الاحاديث فيه، يراجعوا كتاب السياسة الشرعية للشيخ الاسلام ابن تيمية، سوف تجدون كلاما اخر مختلفا عما تظنون. انتم تطبقون على غير واقع. انتم هؤلاء الذين يرغبون في هذا يرغبون في الإجابة إلى الدعاة على أبواب جهنم. الذين قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. القضية دي قضية ذات أهمية بالغة، لا بد أن ينتبه لها.